ازاي تسيب صوره بافضل الاعدادات بعد ما خلصت تعديل عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المبدعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم اللي فيها بنتكلم على ازاي تعدل صورك في اللايت روم من الصفر للاحتراف. خلال الحلقات اللي فاتت كلها اتعلمنا ازاي نعدل الصور بتاعتنا، ازاي نستخدم البيزك بانل، ازاي نستخدم التون كيرف، كلر ميكسر وكاليبريشن، وازاي نعمل كلر جريدنج للصوره. النهارده هنشوف ازاي نحفظ الصوره بتاعتنا. ما خلصنا تعديل على الصوره بتاعتنا، ازاي نحفظها ونسيبها على اللابتوب بتاعنا، سواء كان الهدف من الصور دي ان انا ارفعها على الويب سايت او ارفعها على السوشيال ميديا او حتى اطبعها على ورق او على اي نوع من انواع الطباعه. الطريقه اللي بتكسبورت بيها او بتسيب بيها الصوره بتاعتك او بتحفظ بيها الصوره بتاعتك بتختلف حسب الهدف من الصوره بتاعتك. لو انت الصوره بتاعتك هترفعها على السوشيال ميديا غير لو هترفعها على الويب سايت غير لو هتعملها عشان تبرنت الصوره. يلا نعمل كده وخلينا نفتح لايت روم ونشوف ازاي نكسبورت الصوره بتاعتنا وايه الاعدادات المختلفه اللي موجوده في الاكسبورت بانل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا فتحنا اللايت روم. لو انا عايز اعمل خلصت شغل على الصوره، فانا باجي على الصوره نفسها واعمل اكسبورت وابدا اختار اكسبورت اول واحده، او ان انا اجي هنا على فايل وادخل اقول له اكسبورت، او ان انا اتك على شيفت كوماند اي، وده هيفتح لي البوكس ده واللي فيه ببدا اختار الحاجه بتاعت الاكسبورتنج. تمام. لو انا عايز اسيب اكتر من صوره في نفس الوقت، فانا ببدا اختار الصور بتاعتي وابدا اعمل نفس الكلام، كليك يمين واقول له اكسبورت، اكسبورت او شيفت كوماند اي. جوه الدايلوج اللي هيتفتح لي ده هلاقي اول حاجه اكسبورت تو، اكسبورت تو، والاقي عندي ايميل ان انا ابعتها على الايميل على طول، هارد درايف او سواء الهارد درايف بتاعك او اكسترنال، او عايز تحطها على السي دي او دي في دي، او اكسبورت تايم لابس، وده برنامج تاني بيفتح الصور بحيث ان هي تشتغل عليها وتعملها التايم لابس. وده اوبشن مش هتلاقيه في معظم، مش هتلاقيه عندك في الطبيعي غير لو انت منزل البرنامج بتاع اللي هو ال ار تي تايم لابس. تلاقي اول حاجه عندنا الاكسبورت لوكيشن، وهنا انا بحدد المكان اللي هتسيب فيه الصوره. ممكن اختار منها سبيسيفيك فولدر واختار له مكان معين يحفظ لي فيه الصور بتاعتي، او يختار لي the same folder as original، وده بيحفظها لي في نفس المكان اللي فيه الصوره الاصليه بتاعتي اللي هو الرو، وتشوز فولدر ليتر. ده بيخليني بعد ما اخلص كل حاجه عندي وابدا اعمل اكسبورت يقفل لي الدايلوج ده ويفتح لي تاني براوزر تاني للهارد درايف عندي، ويبدا يقول لي اختار المكان اللي انت عايز تكسبورت فيها. فانا غالبا بان انا في شكل اساسي بمشي بيه ان انا حاطط كل الصور الجي بيجز في مكان واحد، وجوه الفولدر ده في سب فولدرز حسب المكان. فانا اختار غالبا هنا شوز، اختار الفولدر اللي هو جي بيج، واعمل له تمام، وهنا اقول له put in sub folder واقول له edit فيديو، بحيث ان انا ابقى عارف ان الصور بتاعتي هتتسيب جوه فولدر اسمه edit فيديو، وده جوه الجي بيجز، جوه الفولدر الاساسي بتاعي اللي انا بسيب فيه كل الصور اللي متسيبه عندي. existing files، لو انا بسيب في مكان فيه اوريدي فايلات قديمه، فهو بيقول لي لو لقيت فايل بنفس الاسم اجي اعمل لك ايه، يعني اعمل ايه. فانا اقول له ask to do choose a new name for the exported files او overwrite without wording، ودي سكيب. فانا بقول له دايما ask what to do، عشان انا ساعات مثلا بسيب صوره بنفس الاسم باعدادات مختلفه، او غيرت حاجه في الايديت، فانا ببقى عايز الايديت القديم والايديت الجديد، فانا ساعتها بقول له ask what to do، وغالبا بيخليها رينيم الحاجه الجديده نفسها. تاني حاجه هنا هنلاقيها وهي الفايل نيم. الفايل نيم هنا الطريقه اللي انت هتسمي بيها الصور اللي محفوظه دي. عندك كذا طريقه تسمي بيها. اول واحده اللي هي كاستم نيم، وفي كاستم نيم وجنبها الاوريجينال فايل نمبر، وفي كاستم نيم وسيكونس، وفي كاستم نيم اكس اوف واي، عدد من كذا عدد. يعني انت لو بتسيب مثلا 3 صور فيقول لك كاستم نيم وات ايفر النيم اللي انت هتسميه، بعد كده 1 من 3 مثلا، بعد كده الديت
والفايل نيم بس، والفايل نيم بتاع السيكرت. والفايل نيم ده هو الاسم بتاع الصوره، الاسم بتاع الفايل نفسه بتاع الصوره، الرول اللي هو غالبا انت هتلاقي دي اس سي رقم. عشان في نظام انا ماشي بيه، فانا غالبا بعمل كاستم نيم بلس سيكونس، او ممكن طريقه تانية. فانا الطريقه اللي انا ماشي بيها ان انا بعمل كاستم نيم بلس سيكونس. الكاستم نيم ده بدخل على الكاستم نيم، وبعد كده هنا الكاستم تكست، واقول له والله قول لي، غالبا باجي اسميها باسم المكان او باسم البروجكت او باسم الحاجه اللي انا عاملها. فانا آه خلينا نقول ان انا مثلا الصوره دي كانت متصوره في سينا، فانا والله هروح جاي قايل له سجلها لي بسايناي 2023، دي السنه اللي متصور فيها الصوره، وبعد كده اندرسكور، واقول له حط نمبر 001. فهو كده هيسيب لي صوره سايناي 2023 اندرسكور 001، او هو كده كده بيضيف داش اصلا للصوره من غير الاندرسكور 001، الاكستنشن لور كيس او ابر كيس. فانا دي الطريقه اللي انا بسيب بيها غالبا فيديو، واحنا ما بنسيبش فيديو طبعا فمش هتعمل حاجه. وكده هنا نيجي على الفايل سيتنجز. الفايل سيتنجز هنا هلاقي فيها الايمج فورمات، هلاقي الكواليتي، وهلاقي الكالر سبيس. الايمج فورمات هلاقي جي بيج، وده تقريبا الاشهر، او معظم الصور اللي انت هتسيبها كجي بيج، عشان انت مش محتاج ان انت تسيب حاجه تانية، خاصه الصور انت هتطبع هتستخدم على السوشيال ميديا، سواء على الويب سايت بتاعك هتسميتها لحاجه، هو جي بيج هتتبعت حتى للكلاينت، فهو جي بيج. لو انت عايز تشتغل على الصوره دي او حد هيكمل شغل عليها، فانت ممكن ساعتها تسيب سواء تف او دي ان جي، ودي بيبقى فيها الحاجه بتاعتك اللي انت عاملها، يعني كل الايديتس اللي انت عاملها في الدي ان جي فايل هتلاقي كل الايديتس موجوده، واللي هيفتح الفايل بعد كده هيلاقي انت عملت ايه بالظبط جوه الصوره. بالنسبه للكواليتي، وده هنا بيقول لك الجوده بتاعه الصور بتاعتك نفسها نسبتها كام من الصوره الاصليه. وطبعا هو يعني بالنسبه للكواليتي فهو من 70 لغايه 100 تمام. لو انت هتطبع انا اريكومند ان انت تعملها 100%. لو انت هتحطها على السوشيال ميديا او على اي حاجه تانية فانت ممكن تعملها من 70 ل 80 او حتى 90. وليميت فايل سايز تو كذا، ده هيلغي الاوبشن بتاع الكواليتي. ده ساعتها بيقول لي ان انا الفايل سايز بتاعي ما يعديش ال 2 ميجا مثلا، او ما يعديش ال 1 ميجا، او ما يعديش ال 5 ميجا، او ما يعديش 10 ميجا. ودي بنلاقيها اكتر او بنستخدمها اكتر لو احنا بنتكلم في مسابقات. المسابقات تبقى طالبه حاجات ارقام معينه ما يعديش الصوره ليها، او بتقدم او بترفع صور لايجنسي معينه. فبتلاقي مثلا لو طالب اصلا الصور بتاعتك اللي هترفعها ما تعديش ال 4 ميجا، فانت لازم تبقى كل الصور بتاعتك تخليها 4 ميجا. كلر سبيس، ودي غالبا اشهر حاجه فيهم الادوي ار جي بي والاس ار جي بي. والاس ار جي بي ده حلو جدا لاي حاجه اونلاين، اي حاجه فيها شاشات عامه. والادوي ار جي بي بستخدم اكتر او افضل في الطباعه، عشان بتدي الالوان بتاعتها تبقى افضل شويه. لو انا هنا الاتش دي ار اوتبوت ده، ولو انا الصور بتاعتي اصلا اتش دي ار، او هعرضها على شاشات بت كومباتبل مع الاتش دي ار. في نقطه هنا بالنسبه للسايز ليميت ده، لو انت عامل الكواليتي عاليه جدا وعامل السايز ليميت قليل جدا، فهو غالبا هيقلل الكواليتي بتاعت الصوره، وده ساعات كتير بيعمل مشكله. كونتنت كريدنشلز، وهنا كونتنت كريدنشلز هو حاجه جديده انا غالبا ما بستخدمهاش صراحه، ولكن هي بتخليك تاد زي كريدنشلز للصوره بتاعتك، سواء الصوره دي اتعملت ازاي، الايديتس اللي انت عملتها فيها، واصلا الصوره الاصليه كانت عامله ازاي. وده له ميزتين. الميزه الاولانيه ان هو بيبين ان الصوره فعلا كانت صوره حقيقيه مش معموله بالاي اي. فده كانت نقطه مهمه، او دي نقطه مهمه في الكريدنشلز لو انت عايز تعملها. والنقطه الثانيه ان هو بيبين الشغل بتاعك نفسه اللي انت عملته جوه الصوره.
فانا هنا غالبا بعملها دونت انكلود، ولكن انت لو عايز تعملها فانت ممكن تعمل اتاش تو فايل او اتاش اند ببلش تو كلاود. فلو انا عملت مثلا اتاش تو فايلز فهنلاقي ان انت ممكن تقول البروديوسر بتاع الصوره مين، وكونكتد اكونتس لو في اي كونكتد اكونتس، والاديتس الاكتيفيتيز بتاعتك، يعني انت الاديتس والحاجات اللي انت عملتها جوه الصوره. فانا هخليها دونت انكلود as usual. نيجي هنا للنقطه المهمه وهي الايمج سايزنج. الايمج سايزنج ده الصوره بتاعتك عباره عن زي ما قلنا دايما ان هو انت عندك بيكسلز، البيكسلز دي كل نقطه عباره عن بيكسل، فانت حسب عدد البيكسلز الموجوده عندك في الصوره فانت ده الاصل بتاعك اللي طالع من الكاميرا حسب السنسور بتاعك بيعمل كام بيكسل. ولكن لما تيجي اكسبورت الصوره او لما تيجي تسيل الصوره بيبدا انت تعرف تتحكم في البيكسلز دي، فانت بدل ما انت يبقى عندك 6000 بيكسل في الطول و5000 بيكسل في العرض، او العكس 6000 بيكسل في العرض و5000 بيكسل في الطول، فانت بتقول له والله لا ريسايز تو فيت. وهنا ابدا اقول له على اللونج ايج اعمل لي، خلي بس على الحته الطويله في الصوره يبقى فيه 3000 بيكسل. وده بيعمل حاجتين، اولا لو انت بتعمل على السوشيال ميديا فالسوشيال ميديا غالبا لها دايمنشنز معينه. انستجرام كان من فتره من فترات 1080 في 1080 لما كان بيسبورت السكوير فورمات، والفيسبوك برضو له الدايمنشنز بتاعته، كذلك اليوتيوب نفس الوقت. لو انت هترفع صورك على الويب سايت بتاعك وساعتها انت الويب سايت بتاعك ده لو الصور تقيله او حجمها كبير والبيكسلز اللي فيها كتير فانت ساعتها بيقول لك، فانت بيخلي الكلام ده بيأثر على اللودنج بتاع الويب سايت وبيخليه ياخد وقت اكبر. فانت بتحاول عندما تقدر تتجنب الحته دي لو انت هتسيف الحاجه عشان السوشيال ميديا او عشان الحاجه، لو انت او عشان الويب سايت. بس لو انت هتسلم الحاجه دي لكلاينت او مفيش ليميتيشن للحاجه او انت هتطبع الصور دي فانت ساعتها ما تعملش ريسايز تو فيت واعملها ريزوليوشن 300 وريزوليوشن 300 دي بتخليك اصلا الكواليتي بتاعت الصوره باعلى جوده. والريزوليوشن بتاعت الريزوليوشن عندك انت البيكسل بالانش كام بيكسل في الانش، فانا غالبا بخليها 300، ساعات بخليها 75 لو انا مثلا هعمل حاجه على السوشيال ميديا عشان برضو المساحه بتاعتي تقل. غالبا برضو حسب انا بسيف الصوره لايه، انا لو هسيبها بس للسوشيال ميديا فانا هخليها لونج ايج واخليها غالبا 2000 على اللونج ايج واخلي دي 57. بالنسبه للاوتبوت شاربنينج فانا غالبا اوريدي ببقى عامل اصلا شاربنينج جوه الصوره، فانا ما بعملش شاربنينج في الحاجه، خاصه ان انت لو هتعمل الصور شاربنينج اصلا هنا وبعد كده انت لو بترفعها على مواقع السوشيال ميديا في غالبا السوشيال ميديا اصلا كمان بتعمل شاربنينج، فبالتالي الصوره نفسها ما بتبقاش كويسه. فانا برضو ما بلعبش في دي. نزل ميتا داتا، اتكلمنا في اول حلقه خالص عن الميتا داتا، الحلقه بتاعت الكتالوج، وقلنا ان الميتا داتا بتاعتك هي المعلومات بتاعه الصوره نفسها، الصوره متاخده بكاميرا ايه، بعدسه ايه، الحفتات الحدث كانت ايه، الشاتر سبيد كان ايه، والاي اس او كان ايه، مانوال مود ولا مود تاني، وكمان الميتا داتا اللي انت بتحطها من كابشنز وكي ووردز والتايتل بتاع الصور. الحاجات دي كلها مهمه، فانت بتخلي الانكلود اول ميتا داتا او ممكن تخليها الكوبي رايت اونلي او اول اكسبت كاميرا رو انفو او. فانا غالبا بخليها اول ميتا داتا عشان انا عايزه ياخد كل الميتا داتا اللي انا حاططها له او هي اللي متاخده اصلا من الكاميرا نفسها. النقطه اللي بعد كده وهي الووتر مارك. انا غالبا ما بحطش ووتر مارك على الصور بتاعتي، ولكن لو انا شغال مع كلاينت والكلاينت ده انا بديله الصور عشان اخد ابروفل عليها، فانا ممكن ساعتها اروح جاي واخد ووتر مارك. وهنا الووتر مارك انت لو انت بتشتغل مع كلاينت ومش واثق في الكلاينت ده ولسه ليك فلوس معاهم فانت تقول له والله يا باشا ادي الصور تمام، صور عجباك خلاص كده الفاينل ومفيش اي حاجه، فانت تبدا تكسبورت الصور بتاعتك عشان توريها له الووتر مارك. في نفس الوقت بعد ما تاخد الابروفل بتاع الحاجه وخلاص الدنيا تمام تروح جاي قايل له خلاص تمام تشيل الووتر مارك تكسبورت من غير الووتر مارك. وهنا البوست بروسيسنج، وهنا بيقول لك بعد ما اكسبورت، بعد ما اخلص الاكسبورت انا هعمل ايه؟ دو nothing او شو ان فايندر. هنا شو ان فايندر ده بيخليها
تفتح الفايل او الفولدر اللي فيه الصور نفسها. ده غالبا اللي انا بعمله، يعني ان انا بخليها يفتحها لي. فهقول له هنا اكسبورت. تمام، فهو كده عمل اكسبورت للثلاث صور اللي انا كنت محددهم، وادي الصور نفسها اهي بالاسم اللي انا كنت عامله سيناي 2023 داش 1 2 3. وبعد كده عرفنا ازاي نكسبورت الصور بتاعتنا في اللايت روم، وازاي نسيفها عندنا على الهارد ديسك. وعرفت كمان ان اهم نقطة اصلا في الاكسبورت ان انت تبقى عارف الصور دي هتروح فين. يعني الصور اللي هتروح للسوشيال ميديا غير الصور اللي هتروح للويب سايت غير الصور اللي هتروح للطباعة. والاكسبورت سيتنجز بتاعت الحاجات دي كلها مختلفة عن التانية. قول لي تحت في الكومنتات ايه هي اكتر سيتنجز انت بتستخدمها لما بتيجي اكسبورت او بتسيف الصور بتاعتك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس. نشوفك الاسبوع الجاي في فيديو جديد يوم الاثنين الساعة 8. سلام.